السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو المنتظر، فيديو طلبة الامتياز. على مدار شهر فات ناس كتيرة بتسأل أو دايما بتسأل ازاي أبدأ سنة الامتياز، أو ازاي أستغل الفترة اللي هي الأجازة دي من شهر 7 لحد شهر 9 اللي جاي، لأن أول دفعة هتدخل الامتياز هتكون في أول شهر 9. فناس كتيرة مشتتة مش عارفة ازاي هتبدأ سنة الامتياز دي، مش عارفة ازاي هتتعامل مع الحالات، لأن مش كل الناس نزلت تدريب ومش كل الناس مسكت شغل، فالناس متوترة والناس مش عارفة هتبدأ السنة دي ازاي. فالفيديو ده ان شاء الله هيكون بداية مثمرة للناس اللي داخلين ان شاء الله سنة الامتياز، فتابعونا بعد الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. معاكم محمود سمير أمرا، معيد بكلية علاج الطبيعي جامعة السويس ومؤسس بيتي جايد أكاديمي. مبدئيا كده يعني سنة الامتياز، سنة الامتياز دي هي السنة التدريبية اللي بتكون بمثابة سنة 5 بالنسبة لطلبة علاج طبيعي. احنا عندنا علاج طبيعي 5 سنين، أولى وثانية ثالثة رابعة 5، والسنة التدريبية اللي هي سنة الامتياز. طيب سنة الامتياز دي ناس كتيرة مفكرة إن هي هتروح تتدرب، ده مش بيحصل في حالات كتير. يعني أنت هتروح في أول يوم في سنة الامتياز دي، اول يوم اللي هو في الغالب هيكون 1/9 بالنسبه لكليات كتيره، هيدخل تستلم حالات وتشتغل. الا بقى يعني في اماكن معينه هيبقى في سينيور واقف عليك وبيدربك وهكذا، ولكن الكلام ده مش بيحصل كالعاده. فالمطلوب منك انك تكون مؤهل نفسيا وعلميا للمرحله دي. تمام. طيب دلوقتي السؤال المتكرر، ازاي استغل السنه دي او ازاي اصلا ابدا السنه دي؟ انا دلوقتي واحد متخرج تايه في بحر العلم، مش عارف اي حاجه في اي حاجه. يعني هو بالظبط كده حياتك بتنقسم، سيبك من الثانويه العامه، حياتك بتنقسم 5 سنين دراسه جامعيه، وما بعد ال5 سنين خلاص بقى يعني انت مش عارف اي حاجه في اي حاجه، كانك لسه طالب ثانويه عامه داخل سنه اولى كليه. طيب دلوقتي احنا لو لخصنا المسارات اللي انت ممكن تسلك مسار منها، يعني انا جمعتهم في 4 مسارات. المسار الاول هو المسار بتاع الكورسات. انا مش برجح المسار ده، هو ماشي شغال وكل حاجة، ولكن هو مش هيخليك قوي علميا. هو انت هتمشي حالك بالموضوع ده اللي هو ايه، انا والله هاخد كورس مانوال، هاخد كورس مثلا اسسمنت، هاخد كورس سباين، هاخد كورس هيب، كأن انا بعمل ايه، بلقط الدنيا، بلقط رزق كده من اكتر من مكان. في ناس كتيرة، او مش ناس كتيرة، ده اغلبية الناس او 90% من الناس ماشيين او بيتبعوا الاسلوب ده، اللي هو والله هناخد كورس نيوتريشن، هناخد كورس كابينج وهكذا. فهو ده اغلبيه الناس بتسلكه، ولكن الكلام ده مش صح. ليه مش صح؟ لان انت كده هتشتت دماغك، انت مش عارف هتمشي ازاي. يعني انا شويه مانوال وشويه بيدياتريكس وشويه نيورو، شويه مثلا اسسمنت، شويه هيب، شويه ني، فانت دماغك مشتته. زي مثلا كل شويه تدي دماغك بالقلم او تخبط دماغك في الحيطه، فالكلام ده مش صحيح. تمام. فهو دلوقتي ده اول مسار او اول طريقه. طيب الطريقه الثانيه دي بتكون مور افكتيف شويه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي فعاله اكتر من الطريقه الاولى. طيب الطريقه دي بتعتمد على ايه؟ اولا كده انا بسميها طريقه الشعب. ازاي؟ انت دلوقتي لو مريت مثلا لمدة شهر على عيادة أو مستشفى معينة، هتلاقي الحالات المترددة معروفة. يعني مثلا هتلاقي 3-4 حالات شولدر، 5-6 حالات شولدر، 3-4 حالات هيب، 3-4 حالات ني. فهو الموضوع بينحصر جوه مثلا 30 توبيك أو 30 موضوع في الجسم كله، ده من منظور الأورثوبيديك. هتلاقي برضو زيهم 5-6 حالات نيورو أو 5-6 توبيكس نيورو. فالمطلوب منك إنك تذاكر المواضيع دي الموست كومون. عايز تتوسع فيما بعد مفيش اي مشكله، ولكن انت عارف هتروح اليوم ده المستشفى هتلاقي حاله مثلا ACL، فانت المفروض تكون مذاكر ACL. عارف انك هتروح المركز بكره، المركز اللي انت شغال فيه او المركز اللي انت بتتدرب فيه هتلاقي حاله مثلا شولدر، فالمفروض تكون مذاكر الحالات دي. فانت لو اتبعت الاسلوب ده اللي هي الطريقه الثانيه، على مدار شهر او شهر ونص هتكون مجمع التخصص كله معاك. ولكن انا مش بقولك انك هتبقى جهبذ الاورثوبيديك، لا، انت مبدئيا انت عايز بس شويه البنزين اللي في الاول وانت هتنطلق مع نفسك. تمام. فالطريقه دي موست افكتيف من الطريقه الاولى. انت ماشي سيستمك او ماشي في طريق معين، عارف والله
ان الاسبوع ده هاخد حاله 1 وحاله 2 وحاله 3. الاسبوع الجاي هاخد مثلا هذاكر الالبو، الاسبوع اللي بعده هذاكر الهيب، الاسبوع اللي بعده واللي بعده مثلا اسبوعين سباين. يبقى انت ماشي في طريق معين. وعشان كده احنا عاملين سلسله كتب في بيتي جايد، من ضمنهم كتابين اورثوبيديك، ريجونال اورثوبيديك اوف ابر لمب وريجونال اورثوبيديك اوف لور لمب، لمين التوبكس الموست كومن على مستوى الجسم. طبعا نزل اصدار الابر لمب ونزل اصدار اللور لمب، بادئين بالشولدر ثم الالبو ثم الريست، وبعد كده اللور اكستريميتي هيب ني ثم انكل. تمام، واخدين كل المواضيع بادئين بالميكانكس لحد السيرجري وبوست سيرجيكال ريهابيليتيشن. ده بالنسبه للطريقه الثانيه. طيب بالنسبه للطريقه الثالثه، الطريقه الثالثه بتكون ادفانسد شويتين ثلاثه. ازاي بتكون ادفانسد؟ انت دلوقتي هتمشي بارلل. يعني ايه همشي بارلل؟ يعني انا دلوقتي عايز اذاكر اورثوبيديك، هبدا اذاكر ميكانكس، مش هذاكر ميكانكس بس، لا هذاكر ميكانكس مع اورثوبيديك، وهركز على الجزء الخاص بميديسن. بعد ما اركز على الجزء الخاص بميديسن هذاكر معاه علاج طبيعي، اسسمنت، ثيرابيوتيك، فيزيكال ايجنتس اللي هي الموداليتيز يعني. فانت هتمشي في 4-5 مسارات مع بعض. طبعا ده اللي هو مسارات التكست بوكس. تمام، الموضوع ده افكتيف جامد، ولكن عيبه بيطول. تمام، انت عشان تخلص ريجن واحده انت ممكن تقعد 3 4 5 شهور، وفي ناس بالفعل عملت كده. وانا مثال، لما خلصت سنه 5 انا كنت عايز اعمل الاسلوب ده وغرست في الشولدر وما طلعتش. تمام، فالموضوع ده افكتيف. ايوه هيبقى عندي معلومات كتيره عن الشولدر، ولكن باقي الجسم كله انا ما اعرفش عنه اي حاجه. تمام، ومش من المنطق ان انا اروح مثلا المستشفى او التدريب او الشغل اقول له لا والله انا لسه في الشولدر ودي حاله سباين فانا مش هشتغلها، خلي حد تاني يشتغلها. الكلام ده مش منطقي ومش هينفع. ولكن بكرر تاني، الطريقه دي موست افكتيف. ليه؟ لان انت هتجمع معلومات كتيره، انت هتذاكر من اكتر من مرجع وهتذاكر من اكتر من سورس، فالموضوع ده افكتيف جامد. ولكن زي ما قلت لك عيبه انه هياخد وقت طويل جدا. تمام، طيب ايه الحل؟ الحل في الطريقه رقم 4. الطريقه رقم 4 دي بقى لما كل اللي فات. مفيش مانع انك تذاكر الحاجات الموست كومن، ومفيش مانع انك تذاكر بارلل من تكست بوكس عادي، ومفيش مانع انك تاخد كورسات وتحضر ورك شوبس، ولكن بقى بلاش سبوبه الكورسات اللي احنا شغالين فيها الايام دي. تمام، بنبيع الهوا في ازايز. فمفيش مانع انك تمكس الحاجات دي كلها في بعضها. يعني ايه؟ فهو دلوقتي والله انا هنزل 3 ايام في الاسبوع مستشفى مثلا او تدريب، فدلوقتي انا هاخد مثلا يوم السبت توبيك معين شولدر، هاخد توبيك تاني شولدر، يوم الاربع هاخد توبيك تالت شولدر. تمام، فكده انا اخدت 3 توبيكس. يوم بقى الجمعه ممكن اسمع كورس او اخد كورس، او ممكن بقى اقرا من مرجع، اقرا مثلا من نيومان، اقرا مثلا من جون ستراكشن فانكشن، وهكذا. فانت دلوقتي ايه اللي انت عملته؟ مسكت ال3 مسارات اللي هما في الاول، مسار الكورسات ومسار الموست كومن والمسار بتاع التكست بوكس، ضربتهم مع بعض في الخلاط وطلعت حاجه كده اللي هو كومباينيشن ما بين ال3 حاجات مع بعض. ده انا برجحه علشان لا تبقى اخدت كورسات وماشي كده وخلاص انت مش عارف رايح فين ولا جاي منين، ولا تبقى اخدت الحاجات الموست كومن بس، ولا تبقى غرست في موضوع المراجع بس. فانت دلوقتي عملت كومباينيشن ما بين ال3 مسارات، اللي هو المسار الاول والثاني والثالث عملتهم مسار رابع. كده احنا اتكلمنا المفروض تمشي ازاي على حسب ما انت حابب. تمام، طيب دلوقتي بقى الجزء الثاني من الفيديو، هنتكلم دلوقتي عن اهم المراجع اللي المفروض يكونوا معاك اثناء فتره الامتياز. مش فتره الامتياز بس، لا، امتياز، طالب، خريج. تمام، المفروض المراجع دي تكون معاك، ومش بقول لك تذاكر منهم كلهم، لا، يكونوا معاك على الموبايل على الكمبيوتر بتاعك، بحيث ان اي معلومه تروح تبص فيهم على طول. بالنسبه لاول برانش معانا واهمهم الا وهو الميكانكس. انا مش هقول لك بقى اشهر 50 كتاب في الميكانكس واشهر 40 كتاب في الاورثوبيديك والكلام الفاضي ده. الكلام ده محدش بيبص للكتب دي. انت بتنزلها تحطها عندك على الموبايل وما بتبصش فيها اصلا. تمام، اشهر كتابين في الميكانكس جوينت ستراكشر اند فانكشن، وده انا بنصح بيه في الاول. ليه؟ لانه يعتبر سهل واسلوبه بسيط.
جون سكشن فانكشن الاصدار الخامس، نزل من الاصدار السادس دلوقتي ولكن مش موجود PDF على النت. طيب بالنسبه للكتاب الثاني كتاب طبعا نيومان، اشهر كتاب ميكانكس دونالد نيومان، كانسولوجي اوف ذا ماسكولوسكيليتال سيستم الاصدار رقم 3. وطبعا احنا شرحنا شويه من نيومان، شرحنا شويه من جون سكشن فانكشن، وطبعا شرحنا شويتين من كتاب كارولين، وان شاء الله هنكمل يعني، بس دعواتكم نكمل في الموضوع ده. البرانش الثاني او التخصص الثاني الموداليتيز، اللي هي بالبلدي كده الالكترو. تمام، والله هقول لك على 3 كتب، اي كتاب فيهم خليه معاك او خلي ال3 كتب معاك. تمام، اول كتاب Physical Agents in Rehabilitation الاصدار الرابع. الكتاب الثاني الكتاب بتاع تشاد ستاركي Therapeutic Modalities، الكتاب رقم 3 Modalities for Therapeutic Intervention. ال3 كتب دول مهمين جدا وكويسين جدا، واي منهج الكترو على مستوى الجمهوريه عندنا او على مستوى الجامعات المصريه كلها لا يخلو من ال3 كتب. طيب دلوقتي اذاكر او ابدا بمين فيهم؟ والله دلوقتي عندك الفيزيكال ايجنتس ان ريهابيليتيشن، ده حلو جدا في كل حاجه ما عدا الجزء بتاع التيارات. يبقى انت لو عايز تذاكر مثلا او تقرا عن الالترا ساوند، تقرا مثلا عن الالترا فايولت، تقرا عن الليزر، ذاكر الكتاب ده اللي هو الفيزيكال ايجنتس ان ريهابيليتيشن. طيب دلوقتي لو انا عايز ادرس التيار بالظبط واشوف الويفز بتاعته هكذا، اقرا من تشاد ستاركي. لو انت عايز تشوف بقى الابلكيشن بتاعه، احسن حاجه تذاكر من الكتاب رقم 3 اللي هو Modalities for Therapeutic Intervention. ده بالنسبه كده للموداليتيز. الجزء اللي بعد كده الاكسرسايز، طبعا كارولين، وهنكمله والله يا جماعه هنكمله ان شاء الله. تمام، الفتره الجايه دي او الفتره دي هنكمله. الاصدار الثامن هننزله لكم PDF. تمام، هو طبعا الموجود دلوقتي كله الاصدار السابع، وهننزل لكم ان شاء الله الاصدار الثامن مع مجموعه الكتب دي هتنزل لكم مع الفيديو. بالنسبه بقى للوحش بتاعنا اللي هو الاورثوبيديك وطبعا الريهابيليتيشن بتاعه، انا بفضل والله الجزء الخاص بميديسن ذاكره من ميديسن. انا مش هلزمك بكتاب معين او حاجه معينه، والله شوف المكان اللي انت حابب تذاكر منه الجزء الخاص بميديسن وذاكره. تمام، انا مش هلزمك بمصدر، ولكن احسن وافضل وادق مصدر ممكن تذاكر منه الجزء الأورثو الخاص بميديسن اورثوبوليتس. موقع اورثوبوليتس ده احسن مصدر ممكن تلاقي فيه معلومات منظمه عن اي توبك يخطر على بالك اورثوبيديك. تمام، طيب بالنسبه بقى علاج طبيعي، والله دلوقتي عندك حوالي 3 مراجع. اول حاجه معانا النهارده كلينيكال اورثوبيديك ريهابيليتيشن اتيم ابروتش الاصدار رقم 4. الكتاب ده كتاب كويس، والبروتوكولات اللي موجوده فيه بروتوكولات كويسه جدا، ولكن فيه عيب واحد بس، ان هو ما فيهوش صور. الصور اللي فيه قليله، ومش كل حاجه مشروحه في البروتوكول هتلاقي ليها صور، فاحنا بنحاول نوفر ده في مجموعه الكتب الخاصه بينا. طيب بالنسبه للكتاب رقم 2 في الاورثوبيديك، كتاب Rehabilitation for the Post Surgical Orthopedic Patient. الكتاب ده كويس جدا في الحاجات الخاصه ما بعد الكسور، ما بعد السيرجريز. تمام، الكتاب ده كتاب مهم جدا وكتاب كويس جدا وبسيط. الكتاب رقم 3 معانا النهارده في الجزء الخاص بريهابيليتيشن، كتاب فيزيكال ريهابيليتيشن الاصدار السادس، اللي هو الكتاب الاحمر ده. تمام، هو مش خاص بالاورثوبيديك بس، ولكن كويس جدا في موضوع ريهابيليتيشن عموما. عندنا كتابين طبعا يبقى انا مش بفهم حاجه خالص لو عديت الفيديو من غير ما اذكرهم، كتاب اسسمنت وكتاب داتون، كتاب ديفيد ماجي اللي هو اورثوبيديك فيزيكال اسسمنت. الكتاب ده رقم 1 في الاسسمنت، عمري ما اقدر اجيب اي سورس يتخطى الكتاب ده في موضوع الاسسمنت. كتاب اكثر من رائع، وهو 1400 وشويه صفحه، ولكن كتاب يستحق بصراحه. تمام، كتاب ديفيد ماجي. الكتاب رقم 2 كتاب داتون. كتاب داتون ده يتميز انه بيمشي في 3 مسارات، examination وايفالويشن وانترفنشن، فهو مجمع لك ال3 مسارات في بعض، فممكن تبدا بيه. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاورثوبيديك. بالنسبه بقى لبرانش النيورولوجي، انا من انصار في النيورو بالذات نهتم بالجزء الخاص بميديسن في الاول. يعني انا دلوقتي ما ينفعش ادخل اشتغل مع حاله معينه وانا ما اعرفش اصلا البيزك، ما اعرفش يعني ايه ابر موتور نيرون ليجن، ما اعرفش يعني ايه اللور موتور نيرون، ما اعرفش يعني ايه نيوروجينيك بلادر. الحاجات دي كلها مهمه. طبعا انا مش متخصص في موضوع النيورو، ولكن ده من خلال يعني خبرتي في المراجع وكده. تمام، عندنا 3 كتب. اول كتاب واسهل كتاب واكثر كتاب مشهور ما بين الطلبه
واكتر كتاب متاخد منه كونتنت في الكتب الجامعيه كتاب Neurologic Intervention for Physical Therapy. الكتاب ده حلو وسهل وبسيط، الكتاب اكثر من رائع. الكتاب رقم 2 تاب ستروك ريهابيليتيشن فانكشن بيز ابروتش. الكتاب ده حلو جدا في الستروك، ولكن هو معقد او صعب شويتين لانه evidence based approach، فالناس المهتميه بموضوع الستروك تبدا تبص على الكتاب ده. الكتاب رقم 3 ويعتبر من افضل الكتب في النيورو، لايف سبان نيورو ريهابيليتيشن. الكتاب ده حلو، كتاب مهم، وكتاب فيه كل حاجه ممكن تتخيلها. ولكن انت لو عايز تبدا نيورو، رقم 1 ذاكر ميديسن، رقم 2 ذاكر اول كتاب اللي هو Neurologic Intervention for Physical Therapy. يبقى احنا كده اتكلمنا في الفيديو ده اول جزء في الفيديو عن ازاي تبدا سنه الامتياز بتاعتك. سيبك من سنه الامتياز بتاعتك، ازاي تبدا الحياه العمليه بتاعتك ما بعد التخرج. والجزء الثاني من الفيديو اتكلمنا عن اهم 14 كتاب في 3 4 5 تخصصات من العلاج الطبيعي. بالنسبه للناس بتوع البيدياتريكس انا زيرو بيدياتريكس فمش هتكلم، تمام؟ فلو حد عنده كتب معينه تمام ينزلها عادي. انا عارف ان في كتاب اسمه تاكلين للبيدياتريكس وكده، ولكن انا ماليش في البيدياتريكس خالص، تمام؟ بكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. لو حابين نبدا ناخد كل مرجع ونبدا نعمل له ريفيو، تمام، ما عندناش اي مشكله، اكتبونا في الكومنتات. ولو عايزين فيديو يكون مخصص يعني الفيديو ده مخصص للناس اللي اتخرجت. لو حابين فيديو للطلبه ازاي تبدا تستغل الاجازه مثلا، ازاي تبدا تذاكر بحيث اول ما تتخرج تكون فاهم دنيتك وعارف الدنيا هتمشي معاك ازاي. اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم. ويعني هو انا مش بقول ان الفيديو ده هيحل لك كل مشاكلك، لا، هو بس هيحطك او هيوجهك لنقطه معينه وانت هتكمل بس، تمام؟ اتمنى تكون الدنيا سهله وبسيطه. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.